اليوم كنتواجدوا في منطقة تتمليل من أجل واحد العملية كبرى، هي عملية الربط القناة الكبرى بورقراك في إطار تزويد مشروع سيدي حجاج الماء الصالح للشرب. نحن في صدد إنجاز ثاني عملية ربط لقناة مهيكلة على قنوات رئيسية ديال بورقراك المتواجدة على مستوى المطار ديال تيتمليل. هذه العملية كتم على قناة رئيسية ديال القطر ديالها ديال 1300 مليلتر. مدة المشروع هي 12 شهرا، والكلفة المخصصة له هي تقريبا 20 مليون درهم. في هذا الإطار كملنا بأنه وفرنا واحد الآلة رافعة اللي الحموله ديالها كتوصل حتى ل 130 طن، في اطار واحد التنسيق تام مع المكتب الوطني الماء الصالح للشرب. مرحله اللي فيها الحفر، وكانت مرحله اللي كانت عندنا فيها الحموله، ومرحله القطح، ومرحله إغلاق الشبكة المائية من أجل وتفريغها من أجل الربط بأمان وسلام. مواكبة التوسع العمراني اللي كتعرفوا منطقة ديال سيدي حجاج بصفة خاصة والدار البيضاء بصفة عامة. هذا المشروع غيغطي الحاجيات ديال السكان منطقة سيدي حجاج بصبيب ديال 300 لتر بار سكوند في المرحلة الأولى. في المرحلة الأخيرة غيكون ان دي بي ديال 1800 لتر بار سكوند.